صباح الخير. اول حاجه يعتبر صباح الخير، احنا صحينا متاخر جدا عشان نمنا قليل جدا، والمفروض جينا هنا بقى عشان نفطر بقى. جينا سلامتو، هذا المكان العريق والفيو تحفه بتاع كل مره. المفروض هنفطر وبعد كده بقى نشوف المقاهي هتبقى ماشيه ازاي. دلوقتي الساعه 3:10، هخلص الحلقه الاولى والثانيه، هستثمر هذا الوقت وابتدي اشتغل في الحلقه الثالثه. زي ما احنا شايفين المعديه بتاعت قناه السويس، دي معديه اول حته في اسيا. سينا يعتبر في اسيا مش في افريقيا، عشان اللي مش عارف يعرف. احنا كده بنعدي اهو. ماشي بنعدي اهو احنا المفروض بقى دلوقتي زي ما كان بيقول محمود بنعدي من افريقيا لاسيا عشان نبقى على وش الدنيا. السادات برضو كان برنس يعني فاهم، هو قاعد يحب يتفرج على ايه، على قناة السويس. اعرفكم قارة اسيا اللي موجودة في مصر. كده جاي داخلين على اليابان. احنا كده داخلين على اسيا. احنا راجعين افريقيا تاني بعد ما شفنا قارة جديدة وتعلمنا حاجات كتير عنها. اتكلمنا عن المجتمع هناك وعرفنا هما بيبصوا لنا ازاي واحنا بنبص لهم ازاي. اول نقطة اترفع فيها علم مصر في عبور 73 مصر اكتوبر. مؤاخذة انا اديكم فكرة عن العجل بتاع اسماعيلية، برضو الناس في اسماعيلية برضو سبورتيف. لا ما هو انا الوحيد اللي في البيت، فلازم افتح. فتحت الباب لقيت عادل تحفة، الفيو تحفة. ودخل في جثة واقفة قدامي، فقلت له ايه في ايه؟ قال لي بيرزع دم الشمس يمين. قال لي ده شارع ايه؟ شارع الجري عندنا، كله بيجري هنا في الشارع ده. يعني غالبا كل اللي محتاج يعمل شويه غوص تلاقي الشباب هنا بيلعبوا كوره اهو. فاهم؟ طول ما انت ماشي هتلاقي ناس ماشيه اهي. طول ما انت ماشي فاهم. اسمه ايه الشارع ده؟ شارع الجري. اسمه ايه؟ لا هو الشارع ده طريق نمرة 6 يعني. طريق نمرة 6. اوكي. عشان اعرفكم احنا بنعمل ايه دلوقتي، المفروض هنرجع القاهرة في خلال نص ساعة. فانا قلت طيب استفاد بالنص ساعه دي وانزل نصور انا ومحمود في 5 ثواني في اسماعيليه، نصور مع الصيادين وناخد رايهم بقى في الحاجات. المقر ده مقر اداره هيئه قناه السويس الحالي، اسمه مبنى الارشاد اللي فيه ادارات هيئه قناه السويس كلها. فده المبنى ده حاليا هو افتتح تقريبا في سنه حاجه و60. لا الموضوع مش للدرجه دي، مش لدرجه تاني افتتح سنه كام. بتكلم بجد؟ لا والله. بس تضيف اي حاجه لقصه البرنامج؟ بديهم سلامي وغرامي وابتسام. العمارات هنا شكلها قديم شويه. لان دي اقدم ميدان في اسماعيليه من ايام الخديوي. دي تعتبر كانت فيلل للاباطين الانجليز والفرنسويين. بص الفيلات اهي، بص الفلل من اقدم ما يكون يعني. دي كنيسه برضو من اقدم الكنائس اللي موجوده برضو في اسماعيليه، كنيسه اثريه جدا من اول ما تاسست اسماعيليه. دي من اقدم الكنائس اللي موجوده في اسماعيليه.
اسماعيلية صار بقى عادي كده. صب عليك. خش شويه. وفي واحد بقى بيصطاد دلوقتي، انا داخل عشان اصور معاه 5 دقايق. يلا بينا على احلى لوكيشن في الدنيا. اوكي انا داخل ان شاء الله نوصل كده، نرجع باك من الاستوديو على ميد نايت، نعمل بقى حلقه فظيعه. عاملين حلقه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، دي الرابعه والثالثه جاهزه على الاديتنج. مش عارف اوعدكم ان الحلقه الاولى والثانيه هيطلعوا مع بعض. بحبك يا ستاري، بحبك يا ستاري. الحلقه ايوه ارميه بقى في الميه عشان نعمل حلقه حلوه. بص الفينش بتاع جون سينا، الفينش بتاع جون سينا. 1 2 3. لا المفروض تنام على الارض. ارجع تاني عشان ننام لك على الارض بقى. المفروض تبقى نايم على الارض فاهم، وتقيس ايوه الفينش بتاع ايوه اندرتيكر بقى. ايوه فينش اندرتيكر. ايوه 1 2 3. ايوه انت ثاني 1 2 3. ارفع ايد المتسابق الفايز، ارفع. اديله الحزام، اديله الحزام. اديله الحزام. لبسوله حسن. 2 3 قول له باي باي يا عمو. ماشي يلا 1 2 3 باي باي يا عمو. دي لقطة الشوبينج اللي قبل ما نركب الباص على طول. شايفين الفرحة الأطفال. عايز اشوف انا؟ ايه؟ عايز اشوف انا؟ احنا ازاي اتقابلنا تاني؟ اما لقيت الميكروباص قلت خير في ايه، رحت راكن اشوف ايه. لا ما انا كنت رحت جبت هنا وجيت. هاتي يا صغنونة. نونو يا صغنونة. ممكن نبص ايدي صغننة؟ نبص مفيش حاجة. انا حاجز. باي يا محمود. باي باي. باي باي يا محمود. محمود عبارة عن كاميرا. باي باي يا محمود. باي يا ديجو. باي يا محمود. اوكي، بناء لان الواحد لسه راجع من السفر وتعبان جدا وما كانش بينام خالص الايام اللي فاتت، وتصبحوا على خير حبايبي.